تخيلوا انتم فما كلب انقذ بطولة كأس العالم من اكبر فضيحة في التاريخ. الحلقة الاولى من سلسلة اغرب من الخيال في المونديال، السلسلة اللي باش نستمر فيها حتىش بداية كأس العالم. لايك ومتابعة وكملوا معنا الفيديو للاخر. في 1966 قبل انطلاق مونديال انجلترا بايام معدودة استيقظ العالم على صدمة. كأس العالم الاصلية سرقت من المعرض العام بلندن. بريطانيا كلها استنفرت. شرطة اسكتلند يارد قلبت الدنيا رأسا على عقب، ولكن بدون جدوى. الكأس اختفت تماما والبطولة كانت مهددة بالإلغاء، لكن ظهر البطل الخارق، الكلب بيكلز. أثناء جولة مع صاحبه في جنوب لندن بدأ يشمشم تحت شجرة ويحفر بغرابة، وعندها صاحب الكلب اقترب تحت الشجرة هذيك ووجد طردا ملفوف بورق جرائد قديمة، ولما فتحه كانت الصدمة، إنها كأس العالم الأصلية. الكلب هنا أصبح بطل قومي وتم دعوته كضيف شرف للبطولة التي فازت بها إنجلترا. أنت صديق المتابعة، تخيل أنت جيت في بلاصة النص هذاك ويكشفك كلب، شنو تكون ردة فعلك؟ كتبوا لنا رايكم في الكومنتات واعملوا لنا لايك وفولو باش يوصلكم كل جديد عن سلسلة أغرب من الخيال في المونديال.